يتحول لتوتر وتأنيب ضمير. ليه؟ لأن احنا معظمنا تربى على تقديس التحمل. لازم تبقي ست حمولة، ونربط الحب بالإنجازات والشعور إن احتياجاتنا أقل قيمة وأقل أهمية، فنكبر وإحنا لازم نكون دايما مفيدين ومتاحين ومنتجين وقادرين على العطاء بلا توقف. لكن إحنا مش آلة، والتعافي بيحصل، وهنا هندخل على التعافي. بيحصل لما نعرف إن إحنا مش آلة، والراحة مش ضعف ومش كسل ومش هروب من المسؤولية. الراحة الشيء الوحيد اللي بيمنعنا من الانهيار. المشكلة بقى إن إحنا لما بنحس بالذنب ما بنسمحش لنفسنا نرتاح إلا لما نقع ونستنزف بالكامل ونعرف. وساعة ما نستنزف نبدأ نضعف ونطلع ضعفنا على حوالينا إن هم مش مقدرين تعبنا. التعافي بيبدأ لما نفهم إن قيمتنا ما بتقلش. صباح الخير أو مساء الخير للي موجودين حسب التوقيت. أنا شهر شريف، لايف كوتش BCC من ICF. النهاردة هنتكلم على إدارة التوتر، أو بمعنى أصح إزاي نهدى من جوانا وسط ضغوط الحياة. آه، مبسوطة جدا بوجودكم في الحقيقة، وزي ما كنت بقول في الأول إن دي مساحة آمنة وهادية، مساحة مش مطلوب مننا فيها نكون مثاليات زي ما بنقول ولا نلغي التوتر من حياتنا، إنما هدفها إن احنا نفهم التوتر ونسمعه ونتعلم إزاي نهدي جسمنا وعقلنا بدل ما نفضل عايشين تحت ضغط مستمر أو زي اللي عايشين في مستشفى طوارئ 24 ساعة. في واقع الأمر التوتر مش ضعف، التوتر رسالة من جسمنا بتقول لنا إن شايل أكتر من طاقتي. التوتر هو الوقت اللي بيبقى القلب تعب قبل الجسم. والسيشن دي الحقيقة معمولة لكل واحدة بتحب تبان قوية رغم إن جواها مرهق، لكل ست شايلة فوق طاقتها وبتقول أنا كويسة، لكل ست محتاجة طبطبة وراحة وجواها حاجة بتقول مش لازم تعملي كل حاجة لوحدك. والنهاردة مش هنتكلم عن التوتر ككلمة عابرة أو موقف عابر، احنا هنتكلم عن الشعور التقيل اللي بيسكن جسمنا بهدوء ويتسرسب جوانا ويخلينا تعبانين طول الوقت من غير ما نعرف سبب التعب ولا مصدره، لحد ما اللحظة اللي بنبقى نكتشف فيها إن إحنا موجودين لكل الناس وغايبين تماما عن نفسنا. هتكلم عن إيه هو التوتر، إزاي بيظهر في جسمنا، مشاعرنا، وليه الستات بصفة خاصة بتتحمل فوق طاقتها، إيه سبب التأثير ده علينا، وإزاي نرجع لنفسنا أو لهدوءنا بخطوات بسيطة وعملية. قبل ما أبدأ، إحنا عندنا اتفاق علشان تكون المساحة آمنة. أحب أفكر نفسنا بثلاث نقط. أول حاجة، كل مشاركة هنا بتحترم، مفيش حكم على أي مشاعر لا مننا لنفسنا ولا مننا للآخرين. اللي بيتقال في السيشن اللي يناسبك خديه، واللي ما يناسبكيش انت مش ملزمة تسمعيه أو تاخديه. لازم تبقي عارفة تميزي ايه المناسب أخده وايه اللي مش مناسب أخده. ونبدأ. خلينا نقول إن إحنا أوقات بنفتكر إن التوتر مجرد ضغط مؤقت بنمر بيه. الحقيقة لأ، التوتر شيء مستمر. إحنا بندخله حياتنا، إحنا عشان بس نركز، بندخله حياتنا على مشاعرنا وعلى جسمنا وعلى علاقتنا، وبيأثر علينا إحنا وعلى صورتنا عن نفسنا آم، وعن طريقة عرض نفسنا للآخرين. والسيشن النهاردة مش عشان نهرب من الضغوط، لكن عشان إزاي نتعلم ما نخليهاش تسرق سلامنا الداخلي. يبقى الهدف من السيشن إن احنا نفهم التوتر بشكل أعمق، نفهم المصادر الحقيقية للضغوط اللي بتجيلنا، مش المصادر الخارجية اللي احنا بنلقطها وبنشوفها. ونتعلم كمان أدوات إزاي نطلع منه، ونفرق ما بين المسؤوليات والاستنزاف الداخلي، لأن احنا بندخل في ده في الغالب. في مشكلة في الستات، أوقات إحنا بنعيش مش بس تحت ضغط الحياة، إنما بنعيش تحت ضغط الصورة اللي أنا حطاها لنفسي،
ازاي انا شايفه نفسي لازم اكون قويه ومتماسكه وهاديه ومتفهمه متاحه للجميع، ست ناجحه، ام ناجحه، زوجه ناجحه، ابنه ناجحه، كل حاجه لازم ابقى ناجحه. فانا ببقى انا اللي ضاغطه على نفسي. طب مين بقى اللي بيستوعب، اللي بتحاول تستوعب كل الناس دول؟ محدش. عشان كده بنتعب. طيب نيجي نشرح بقى ايه هو التوتر الحقيقي. التوتر هو استجابة طبيعية من جسمنا لما نحس ان احنا في ضغط او تحت تهديد او مسؤولية اكبر من الطاقة المتاحة لينا. فبنبقى عاملين زي اللي عايشين جوه حالة طوارئ، مستشفى طوارئ 24 ساعة، كل حالاتها بتدخل مستعجلة، كل حالاتها طالبة إسعاف سريع، كل حالاتها حياة أو موت، كل حالاتها في خطر. فتحس إن في شد 24 ساعة. مشكلة بقى في التوتر مش المؤقت، اللي أنا مثلا متوترة عشان في موقف حصل دلوقتي فموترني، لا. المشكلة في التوتر الدائم اللي أنا ببقى عايشة فيه 24 ساعة، لما الجسم يفضل طول الوقت عايش في حالة استعداد. كل حاجة خطر، كل حاجة مهمة، كل حاجة مأثرة على حياتي، كل حاجة لازم تتعمل دلوقتي، كل حاجة لازم أنا اللي أعملها. فبتأثر على النوم، على المزاج، والصبر كمان بيقل، وطاقتنا للآخرين بتقل. طبيعي جدا ان احنا نمر بحالات توتر، مثلا مشكله اسريه، ضغط في الشغل، مسؤوليه كبيره في البيت، الولاد، الزوج، ظروف ماليه. دي حاجات كلها مؤقته. ليه؟ لانها ظروف، وكل ظروف اعتذر، وكل ظروف قابله للتغيير. ايه بقى المشكله في التوتر؟ لما بيكون التوتر بسبب حاجات اعمق. الخوف من التقصير، ان انا خايفه اكون مقصره في حق اللي حواليا، ارضي الجميع. آم، اكتم الزعل، احس بان انا لازم اكون قويه 24 ساعه، فالجسم يعيش طول الوقت في حاله اسمها حاله النجاه. ايه حاله النجاه دي بقى؟ عمركم كده قلتوا لنفسكم الحمد لله اليوم ده عدى؟ الكلمه دي هي حاله النجاه. انا ببقى داخله اليوم وانا حاسه انه خطر، فلما اليوم بيعدي الحمد لله ان اليوم عدى. دي حاله النجاه. ودي مش حاجه طبيعيه الحقيقه، دي حاله الطوارئ اللي انا بقول لكم عليها. وهنا العقل مش بيفرق ما بين الخطر الحقيقي والضغط النفسي، هو كمان بيحس ان احنا في خطر، وندخل بقى في دايرة من التفكير الزايد والمسؤوليات المستمرة ورضا الجميع والخوف من الفشل وكتمان المشاعر والاستمرار في علاقات مرهقة او اصلا الدخول في علاقات مرهقة. خليني اسألكم سؤال كده، ومش عايزة له اجابة دلوقتي، عشان كده قلت عايزة ورقة وقلم. ايه اكتر شيء ممكن يكون بيستنزفك الفترة دي؟ عايزة كل واحدة تكتب الكلمة دي لنفسها وما تقولهاش على الشات ولا حاجة، مش محتاجة إجابات. وعايزة كمان كل واحدة فينا تسأل نفسها بهدوء كده، لو بقيس مستوى توتري من 1 ل10، أنا فين منه؟ 1 يعني أنا هادية جدا، 10 يعني أنا مضغوطة للآخر. اكتبي الرقم ده عندك، مش لازم تشاركيه لو مش حابة، وهنرجع له آخر السيشن. طيب احنا دلوقتي شرحنا التوتر. عايزين نعرف علاماته عشان أفهم التوتر ده بيظهر فين. احنا هنا هنتكلم عن الكرونيك، التوتر المزمن اللي انا عايشه فيه على طول، مش حاجه بتحصل لي وبتخلص وتوتري بيخلص. التوتر شيء مش بيظهر في التفكير الحقيقه، بس بيظهر كمان في جسمنا. اسالي نفسك كده، انا عندي صداع متكرر، كتافي ورقبتي مشدودين، نومي متقطع، باكل زياده، طب ما عنديش نفس للاكل، طب انا متعصبه، بعيط بسرعه، حاسه اني مش قادره ارتاح حتى وانا فاضيه. لو جاوبتي باه على اي سؤال من دول، مش معناه ان عندك مشكله، معناه ان جسمك بيتكلم وبيقولك لو سمحتي انا تعبان. طيب بما ان احنا قلنا ان علامات التوتر مختلفة، فهنقول نقسم شوية. في النفسي ان انا عصبية اكتر من اللازم، بعيط بسهولة من غير سبب واضح، مخنوقة، بجلد ذاتي، انا مقصرة، انا قليلة. جسدية يعني صداع، اضطرابات نوم، اضطرابات في الاكل، الم في الرقبة، في الكتف، واشعور بالارهاق المستمر.
عاطفية بقى، إن أنا أحس بالانسحاب من أي حاجة، أخاف أدخل في علاقة جديدة، أخاف أدخل، أعتذر، أخاف أدخل في علاقة جديدة، أخاف أبدأ أتكلم مع ناس جداد، أحس إن أنا حساسة أكتر من لازم، كل كلمة أخدها على قلبي، أخاف ما يبقاش عندي شعور بالأمان، مشاعري مكبوتة، ما أقدرش أعبر عن مشاعري، عندي حزن عميق كده، أو بغضب برضه بسهولة. ذهني بقى إن أنا طول النهار عقلي شغال في سيناريوهات ما بتنتهيش. كمان في نوع تاني من التوتر بنبقى احنا أصحابه، لما أكون عايزة أكون مثالية، أم مثالية وزوجة مثالية، بنت مثالية، مدربة مثالية، واتيفر مثالية، وعشان جسمنا مش بينسى، فكل خوف ما اتقالش، كل دمعة اتبلعت وما نزلتش، كل كلمة أنا كويسة رغم إن أنا مش كويسة، بتتحول لتوتر جوه الجسم. عشان كده كتير مننا عندهم مشاكل في الرقبة، في الكتف، إرهاق حتى بعد ما أنام، ضربات قلب زيادة، صداع، اضطرابات أكل، معدتي مقلوبة، حساسية مفرطة، ما عنديش شغف. ده اسمها سرقة الجسم، لأن أنا ساكتة بقالي كتير. طيب، خلينا نعمل تمرين تاني نكتبه برضو. غمضي عينيكي لو تقدري، وخدي نفس مرتاح، واسألي جسمك هو التوتر فين دلوقتي. جسمك هيجاوبك على فكرة، وهيقول لك في صدرنا، في الحلق، في المعدة، في الكتف، في الراس، هيجاوبك. حطي ايدك على المكان ده، خدي نفس بالراحة، وقولي له أنا شايفاك، أنا شايفاك وسامعاك وحاسة بيك. وهنرجع للتمرين ده تاني في آخر السيشن. طيب، خلينا نسأل نفسنا سؤال: ليه الستات أكتر هم اللي بيحسوا بالتوتر؟ لأن احنا عندنا مشكلة في تربيتنا كمجتمعات شرق أوسطية، إن احنا لازم نتحمل، لازم ما نبينش، لازم نراعي، لازم نسكت، لازم ما نزعلش حد، لازم نكون موجودين للجميع. مع الوقت بننسى نفسنا، بننسى احنا عايزين ايه، انا تعبانة من ايه، انا شايلة ايه مش بتاعي اصلا. وهنا بنقدر نفهم ان التوتر مش بس بيجي من مسؤوليات الكتير، ده بيجي من غياب الحدود. انا معرفش اصلا عايزة ايه او برفض ايه. لما كل الناس يبقى لها مكان في حياتي وانا ماليش مكان عند نفسي، فطبيعي ان اتعب. كمان عندنا حاجة بتخلينا نتوتر اكتر ما بنبين، لان احنا كستات عندنا مشكلة في ان احنا ما بننساش. فعندنا تراكمات، ما ننساش الكلام، ما ننساش المواقف، ممكن ننسى الاحداث بس ما ننساش المشاعر. فمسؤولياتنا تتراكم ومشاعرنا تتراكم، ويبقى خوف وسكوت وقلق، محاولات مستمرة ان احنا نرضي اللي حوالينا، شعور دايم جوانا ان احنا لو تعبنا الدنيا كلها هتقع. وكمان لان احنا ما تعلمناش نطلب الراحة، احنا بنحس انها مش من حقنا. احنا من واحنا صغيرين اتعلمنا ان الحب مرتبط بالعطاء والتضحية، وكل ما نعمل اكتر نحس ان احنا كويسين اكتر، ونرضى عن نفسنا اكتر، الناس ترضى عننا اكتر. ولو احتاجنا او طلبنا راحه نحس بالذنب او نتلام: انتي انانيه، انتي مش مفروض تقولي، انتي لا بلا بلا بلا. دي الحقيقه الاسباب العميقه للتوتر. وعلشان الاسباب العميقه للتوتر تبقى فاهمينها وعقلنا يفهمها، هنشرحها واحده واحده. اول حاجه، التربيه على التحمل الذات. يعني ايه بقى؟ بتخلينا نكبر ان احنا متعودين نضغط على نفسنا، نعتبر ان التعب طبيعي. لو انا قلت انا تعبانه ابقى اتدلع، لو انا قلت انا عايزه ابقى انانيه. والسكوت نضج، ما حدش يقول ما تقوليش مشاعرك، ما تقوليش وجعك، خليكي ساكته. فالطفل اللي بيكبر بالوضع ده بيتعلم يبقى ساكت. واحنا بنسمعها، ودي انا بقولها ليه؟ علشان ما نقولهاش لاولادنا. ما نقولش لاولادنا ان السكوت نضج، واستحمل وكبر دماغك وما تعيطش، انت لازم تبقى قوي، مش وقته تعبك. الطفل اللي زي ده غالبا بيكبر وهو بيكتب مشاعره، وبيتحمل فوق طاقته، وبيعتذر عن احتياجاته، وبيخاف يطلب المساعدة، ويحس بالذنب لو ارتاح، ويدخل في علاقات غير متوازنة لأنه متعود يشيل. فمهما شايل بيحس إنه ده الطبيعي،
وده الخطر اللي احنا بنتعرض له احنا كمان شخصيا في اوقات كتير. المشكلة ان التحمل في حد ذاته مش شيء وحش، لكن لما الانسان يتربى ان قيمته في صبره وقوة تحمله، فبيربط الحب بالتعب والقبول بالتضحية المستمرة، ويبقى ما عندوش قدرة على الحدود، وده اللي اتكلمنا عنه السيشن اللي فاتت. فانا ازاي اعملها دي؟ بفقده اصلا، بفقد القدرة اني اعمل لنفسي حدود لاني ما اعرفهاش، انا متعود ان انا ادي بس. كمان في سبب تاني للتوتر المستمر، انكار الاحتياجات الشخصية. وده حاجة مش بتحصل فجأة، غالبا بتبقى على سنين طويلة اتعلمنا فيها ان احتياجاتنا عبء. ما تطلبيش، عيب تطلبي. راحة الآخرين أهم، الناس اللي حواليكي أهم، الضيوف أهم. فبقى كمان الحب جوانا بقى بيرتبط بالعطاء والتضحية، مش مرتبط بالوجود وإني أستحقه أصلا. فبنكبر وإحنا مأجل نفسنا، بنقول أنا كويسة وأنا على آخري، أدي أكتر من اللي أقدر عليه. فماديا وجسديا، فاديا عشان الناس تنبسط، وأتعب عشان الناس تنبسط، وأحس بالذنب إذا طلبت لنفسي، وأخاف أترفض إذا عبرت عن أي احتياج أنا عايزاه. ومع الوقت أتعود على التجاهل لنفسي، وأحس إن أنا أحيانا عايزة إيه معرفش، بحس بإيه مش عارفة، إيه اللي بيوجعني أصلا معرفش. وفي الآخر إنكار الذات اللي إحنا بنعتبره طيبة، الحقيقة هو مش طيبة، هو بيبان طيبة لكن هو مش طيبة، هو في بره علشان بيبسط الناس، إنما داخليا هو إرهاق نفسي، ويوصلنا لغضب مكتوم بنطلعه في وجع في جسمنا، أو عصبية ملهاش قيمة، أو عياط من غير سبب. كمان من أسباب اللي بتوصلنا للتوتر فقدان الشغف. وده مش معناه إن أنا كسلانة أو فاشلة أو مش عايزة الحياة، لا، معناه إن أنا استهلكت بما فيه الكفاية، وعقلي وقلبي وصلوا لمرحلة الإرهاق خلتهم مش قادرين يحسوا بالحماس تجاه أي حاجة حلوة. وده مش بيحصل طبعا فجأة، لأن احنا بنفقده بعد إيه؟ بعد ما نعمل ونضغط لفترة طويلة، يحصل لنا خيبات متكررة، ان انا متوقعه من الناس يحسوا باللي انا عملته، علاقات مرهقه، تجاهل مستمر لنفسي، حياه عايشاها بس عشان اقضي واجبات للاخرين. ومع الوقت الحاجات اللي كنت بحبها تبقى تقيله على قلبي، الانجازات تبقى من غير طعم، الراحه نفسها ما بقتش راحه. وبيبقى فقدان الشغف ده غالبا مش عشان احنا مش بنحب الحياه، لكن عشان بنحاول نعيش اكتر ما نستمتع، بنحاول نعدي اليوم اكتر ما نستمتع، وتلاقي نفسك في الاخر تقول لنفسك انا ما اعرفش ليه انا اتغيرت، انا بقيت بارده، انا ما بقتش زي زمان. الحقيقه احنا بنكون انهكنا اكتر من اللازم، بس كده. كمان من علامات التوتر اللي في حياتنا ان احنا نحس ان جوانا فاضي، بقى كل حاجه عادي، ممكن اكون ببتسم وبتكلم بكمل يومي بشكل طبيعي، لكن جوايا دايما في حاجه ناقصه. الفراغ اللي جوه ده او الفراغ الداخلي مش وحده، انما حاجه جوايا بتنطفي. حاجة، حياتي نفسها مش عارفة أعيشها، بعيش بعيد عن روحي، بعيش للناس لكن أنا مش جوه نفسي، أنا بره نفسي معظم الوقت. الحالة دي بتيجي برضو من سنين من كبت المشاعر ورضا الناس والتحمل الزايد والتجاهل للاحتياجات، فأحس إن أنا موجودة بس مش حاضرة، بنجز بس من غير إحساس، بضحك بس من غير فرحة، بعيش الأيام شبه بعض. وإحنا بنقول الكلام ده كتير، الأيام زي بعضها من غير روح. ونفقد بالتدريج إحساسنا بالأمان وإحساسنا بالقيمة والاتصال بنفسنا، ونملى الفراغ ده بأي حاجة من بره، زي الشغل الكتير، أشغل نفسي في الشغل، أضيع يومي في الشغل وأنا متعمدة لأني مش هستمتع. أو في البيت، علاقات، ادخل في علاقات مؤذيه ما اعرفش اطلع منها لان انا مش بستمتع، احب الناس اكتر من اللازم، واثق في الناس اكتر من اللازم، واتعلق بيهم اكتر من اللازم، اهرب بالشراء الغير مبرر، بالسوشيال ميديا، اقعد على التليفون 24 ساعه من غير انجاز، ما بعملش حاجه مهمه لنفسي، بتفرج على الناس لكن انا لنفسي ما بعملش. كمان من علامات التوتر ان ادخل او استمر او ما اعرفش اصلح علاقات غير متوازنه. وده مش معناه اني مش شايفه الغلط،
بس معناه ان انا اتعودت عليه. اتعودت اني ادي اكتر ما اخد. اتعودت ان التعب آم، العاطفي شيء طبيعي في العلاقات. اتعودت ان في طرف بيبذل اكتر من اللازم وطرف عادي ياخد. اتعودت ان اعتذر دايما وشخص اخر مش ضروري يراجع نفسه. اتعودت اني ممكن اشيل علاقة لوحدي والاخر موجود بالحد الادنى. مع الوقت بقى افقد نفسي واهمل احتياجاتي زي ما كنت بقول واتنازل عن حقوقي لاني خايفة من الرفض وعايشة في قلق ومش مش متوازنة. انا اصلا مش متوازنة. بقت مشكلتي مع العلاقات إن أخاف أخسرها حتى لو أنا بتضر منها. وأوقات ما أحسش إن أنا خسرانة جوه العلاقة لأني من الأساس متربية على التحمل الزايد وإنكار الذات وإنكار الاحتياجات وربط الحب بالتضحية المستمرة. مشكلة ربط الحب بالتضحية المستمرة إنه سلاح ذو حدين. يا أنا بضحي باستمرار يا مستنية الطرف الآخر يضحي لي باستمرار، وإذا ما ضحاش يبقى مش بيحبني. يعني تعبيري حتى ورؤيتي للحب رؤية مختلة، مش طبيعية. كمان أسباب التوتر محاولة السيطرة على كل شيء، ودي مش بتيجي إن أنا قوية، لا، بتيجي من خوف عميق من الفوضى. خايفة إن معرفش أمسك أموري، خايفة إن أتعرض لحاجة معرفش أحلها. وده لأني عادة اتعرضت لألم معرفتش أطلع منه، ما تحملتوش. فكده انا بقى عايزه اتحكم في كل حاجه علشان ما اتعرضش للالم ده تاني. حسيت في اوقات كتيره بعدم الامان، فكانت حلي ان اسيطر على اللي حواليا واسيطر عليهم وعلى مشاعرهم وعلى قراراتهم وعلى البيت وعلى جوزي وعلى اولادي وعلى اصحابي. كل حاجه عايزاها تحت السيطره، حتى مشاعر الناس، حتى تفاصيل، حتى المستقبل ابقى عايزه اسيطر عليه من كتر ما انا على طول خايفه. وطبعا مشكله السيطرة إن أنا ببقى شخصية ضاغطة فبكره الناس فيا، والناس كمان ما بتلبيش ضغطي فأنا بزعل منهم. فبيبقى في الحالتين أنا لا أنا راضية ولا هم راضيين، مع إن أنا هدفي إن أنا أكون كويسة وهدفي الحقيقة إن أنا أكون مرتاحة وأريحهم. مع الوقت بقى عقلي يفضل دايما في حالة استعداد كأني داخلة حرب 24 ساعة. بفكر كتير وبقلق كتير، وأي خطأ تافه ممكن جوه قلبي يحسسني بكارثة. اي حاجه مش تحت سيطرتي اخاف لا تفلت مني، حتى البني ادمين، فطبعا مفيش حد هيستحملني. المشكله بقى انها بترهقني نفسيا لان الدنيا بطبيعتها مش مضمونه اصلا، ومش ممكن امنع اي خيبه ممكن تحصل، اي خيبه في الناس، او اضمن علاقه، او اضمن مشاعر الناس، او اضمن مستقبل. مفيش حاجه من دول ممكن تتضمن. حتى الناس بتحبني ممكن المشاعر بتتغير زي ما انا مشاعري تجاه الناس بتتغير. المشكله في الرغبه والسيطره بتضيع مني الراحه اللي انا اصلا عايزه احميها وعايزه اوصل لها. سبب تاني للتوتر اني خايف ان الناس ترفضني، ابقى دايما عايشه حياتي وانا بحاول اكون مقبوله مش حقيقيه. اعمل اللي الناس عايزاه مش اللي انا عايزاه. الناس مش مهم تقبلني زي ما انا بكيف نفسي عشان الناس تقبلني. وده مش بس بيظهر في العلاقات، بيظهر في طريقة الكلام والاعتذار الزايد، واني ما اعرفش اقول لا وارضي اللي حواليا، وخايفه اللي قدامي يزعلوا، وان ان الناس دايما تبقى راضيه عني، واصلا انا بحب ارضي الناس، واصلا انا انسان كده بفضل ان الناس بتحبني، واصلا انا بلاقي نفسي لما ببذل. ده كلام شكله حلو، انما حقيقته لا. حقيقته ان انا مش موجوده، وحقيقته ان انا بمثل على نفسي علشان ابان كويسه، وان انا بس في واقع الامر انا خايفه ان الناس ترفضني. هنكون ميوت ارجوكم. المشكله في الشعور ده ان انا بوصل فيه افضل ان انا اتعب في العلاقه على اني اتخلى عنها، اتعب مع الناس على اني ما بقاش موجوده، اتعب على الناس يبقى عندي عدد من الناس بتحبني اصلي محبوبه. الكلام ده ظاهره الرحمه باطنه العذاب، لان انا ما ببقاش انا. المشكله دي ان انا بتعلمت ان الحب لازم ادي فيه. مفيش حب مش مشروط عندي، مفيش حب آمن، مفيش ناس قبلاني زي ما أنا. فافضل دايما بدي عشان الناس تاخدني، دايما أبذل أكتر من طاقتي مع اللي حواليا ومع اللي بحبهم عشان بس خايفة لا يرفضوني. ممكن تكون أسبابها إني اتربيت على النقد المستمر، إن أنا مش مقبولة إلا إذا نجحت أو إذا سمعت الكلام،
او اتعلمت اني ما اطمنش، اني اخاف من غضب الناس اللي كانوا بيربوني او اللي معايا. ما عنديش سقف لزعلهم، بخاف من زعلهم لاني مش عارفة اخره ايه. والحركة دي بحب اقولها ليه؟ علشان مع اولادنا او مع الناس اللي بنحبهم دايما نقول لهم كده: انا اخري في زعلي منك كذا، هخصمك. لازم اطمنه حتى وانا زعلان، عشان ما يروحش لحد غيري، عشان يبقى عارف ان ليا اخر، عشان يبقى عارف الزعلي، يبقى عايز ما يزعلنيش بس مش خايف. لان لو خاف مش هيحبني. محدش بيخاف، محدش بيحب حاجة بيخاف منها، كلنا بنكره اللي بنخاف منه. المهم، مع الوقت بقى، نتيجة أنا خايفة إن الناس تترفض أو الناس سوري ترفضني، أخفي مشاعري الحقيقية، أوافق أبقى مستر رايت على طول، مستر أو مسز نعم، أو موافقون، واتنازل عن حقوقي وعن حدودي عشان ما أخسرش. المشكلة بقى إنه كل ما ببذل مجهود قيمتي بتقل، لاني ما ببقاش عامله ليا فاليو، مش عامله لنفسي قيمه، مش عامله لنفسي واقفه لو عملوها هزعل، فانا بخسر. كل اللي بحاول احافظ عليه بالطريقه دي بخسره. ودي جزء من حاجه كبيره قوي هنتكلم عليها ان شاء الله في السيشنز اللي جايه، اسمها التخريب الذاتي. دي حاجه كبيره قوي قوي احنا بنعملها في نفسنا، ودي صفه بشريه كلنا عندنا جزء منها. انما في الاخر طول ما انا بحاول ارضي الناس بلاقي نفسي في الطريق لارضاء الناس بخسر نفسي. كمان من علامات التوتر الشعور الدايم بالذنب لما ارتاح. ليه؟ لاني بحس ان انا قيمتي في الانتاج والعطاء المستمر، فبحس ان انا الراحة دي شيء لا استحقه الا اذا بذلت مجهود، مش من حقي اصلا، لازم ادفع ثمنه، مش حاجة طبيعية اخدها. حتى لما بتعب واحاول ارتاح الاقي صوتي من جوايا يقول لي: انت مقصره، في ناس بتعمل اكتر منك، ما ينفعش ترتاحي دلوقتي، انت كسلانه. وقت الراحه نفسه، وقت الراحه نفسه يتحول لتوتر وتأنيب ضمير. ليه؟ لان احنا معظمنا تربى على تقديس التحمل. لازم تبقي ست حموله، ونربط الحب بالانجازات والشعور ان احتياجاتنا اقل قيمة واقل اهمية، فنكبر واحنا لازم نكون دايما مفيدين ومتاحين ومنتجين وقادرين على العطاء بلا توقف. لكن احنا مش آلة. والتعافي بيحصل، وهنا هندخل على التعافي، بيحصل لما نعرف ان احنا مش آلة، والراحة مش ضعف ومش كسل ومش هروب من المسؤولية. الراحة الشيء الوحيد اللي بيمنعنا من الانهيار. المشكلة بقى إن إحنا لما بنحس بالذنب ما بنسمحش لنفسنا نرتاح إلا لما نقع ونستنزف بالكامل ونعرف. وساعة ما نستنزف نبدأ نضعف ونطلع ضعفنا على حوالينا إنهم مش مقدرين تعبنا. التعافي بيبدأ لما نفهم إن قيمتنا ما بتقلش لو ما انتجناش في يوم من الايام. في ايام ما نقدرش ننتج، محتاجين نرتاح، عادي جدا، انا مش هعمل حاجه النهارده بس قيمتي موجوده. مش محتاجين ننهك نفسنا باستمرار عشان نستحق الحب ولا التقدير ولا حتى الراحه. احيانا بنحتاج بس ان احنا ما نبذلش مجهود اكتر ونتعلم ازاي نرتاح من غير ما نخاف، من غير ما نحس بذنب. التعافي بيبدأ لما نحس ان الامان الحقيقي ما يجيش من التحكم الكامل، لا، بيجي من الثقة في قدرتي أنا هتعامل إزاي مع اللي أنا مش عارفاه. إزاي أتعلم إن في حاجات أنا مش هسيطر عليها. إزاي كل حاجة، مش كل حاجة لازم أتمسك فيها وأعملها بقوة ولازم أعملها. لا، في حاجات أتعلم إنها تمر بسلام، آراء الناس تمر بسلام، مشاعرهم تمر بسلام. عادي، عادي إن مش كل الناس تحبني. التعافي بيجي لما اعرف ان استعادة الشغف مش هتجيلي لما اضغط على نفسي واقول انا لازم اعمل واجبر نفسي ابقى متحمسة. ده مش هيحصل، مش هيحصل ابدا. انما لما اتعلم اني ارتاح من غير ذنب، لما اتعلم اعبر عن حزني، اعبر عن احتياجاتي، اعبر عن طلباتي، اعيش حياة تشبهني، مش لازم ارضي اللي حواليا. آه، التعافي بيحصل لما اعرف ان العلاقات الصحية مش لازم احس فيها اني لوحدي، ولا اتسول الاهتمام اللي حواليا. انا استحق الاهتمام زي ما بهتم. التعافي بيحصل لما افهم
إن العلاقات السوية والحب الحقيقي في توازن وفي احترام وفي أمان ومساحة للتعبير وراحة، مش خوف، مش 24 ساعة ماشية على إزاز أو على رعب إن إيه اللي هيحصل لي النهاردة. التعافي بيحصل لما أفهم إن ليا وجود وليا قيمة، وما ينفعش أتماهى ولا أتمحي جوه علاقة، ولا أبقى شبه الشخص اللي أنا على علاقة معاه. العلاقات بتبقى اتنين، لو أنا تماهيت لازم هيسيبني ويدور على حد، لأن أنا بقيت هو، خلاص هو مبقتش موجودة. لما جه يشوفني أو لما جت تعرفني كانت بتدور عليا، كوني تماهيت فيها أبقى أنا اللي حطيت نفسي في المنطقة الخطر. التعافي بيبدأ لما أعرف إن عادي الناس ترفضني. لما الناس ترفضني مش معناه إن أنا مش كفاية، ولا قيمتي بتتقاس بعدد الناس اللي بيوافقوا عليا، ولا مطلوب إن أنا أرهق نفسي عشان الناس تحبني. الناس اللي بتحبني بجد واللي عايزاني بجد مش طالبين مني إن أتخلى عن نفسي عشانهم. التعافي بيحصل لما أعرف إن الفراغ الداخلي ما بيتملاش بالهروب على السوشيال ميديا، ولا على إني ألخم نفسي في شغل 24 ساعة، ولا إني أطول النهار احط نفسي في ضغط نفسي عشان ابين ان انا كويسه. ال- الفراغ فراغ الداخلي، الداخلي. حد الصوت بيرن لي. الفراغ الداخلي بيروح مش وانا بهرب، مش محتاجه اهرب، محتاجه اسال نفسي هو انا ليه حاسه بده، ايه اللي جوايا فاضي ومحتاجه املاه، ايه اللي محتاجه مني، محدش بيملى نفسه غير نفسه، إيه اللي محتاج مني اعمله لنفسي عشان ارجع، ايه اللي يخليني ارجع لروحي من غير ما اضغط على اعصابي. انا محتاجه ارجع لجسمي لروحي. خلينا نعمل تمرين بسيط، غمضي عينك واسالي نفسك بصدق كمان، من امتى وانا متوتره، ومن امتى وانا بقول لنفسي عادي رغم انه مش عادي، من امتى وانا تعبانه من المسؤوليات. هو انا تعبانه من المسؤوليات، ولا تعبانه من ضغط نفسي جواها؟ هو انا مرهقه من الحياه، ولا انا من محاولتي الدائمه ان انا ابان كويسه قدام الناس ومش عايزه اعترف بضعفي؟ نفسي بالراحة وقولي لنفسك أنا بسمع تعبي لأول مرة في حياتك وبدون إنكار. لازم نسمع وجعنا، ما ننكروش أبدا. الوجع مش جريمة نخبيه، ولا حاجة عيب، دي حاجة طبيعية نتيجة مجهوداتنا. طيب، ايه. صوت، أستأذنكم، شكرا. اللي ما كان شيء. أوكي، إزاي بقى أتخلص من التوتر بالراحة؟ أول حاجة لازم نتعلم إن لما بنتوتر بيحصل لنا حاجة مهمة جدا وعلامات جسدية مهمة أوي. تنفسنا بيبقى سريع وسطحي مش عميق، النوع ده، وده بيدي رسالة لعقلنا ولجسمنا إن إحنا في خطر. يبقى أول حاجة هنتنفس بالراحة. أول ما أحس إن أنا هتوتر أدخل شهيق لمدة 4 ثواني واحتفظ بيه لمدة ثانيتين أو 4، وأرجعه في زفير طويل لمدة 6 ثواني. وأنا بطلع الزفير أقدر بصراحة أتكلم كده بجسمي وأقول له أنا بطلع الجزء المضغوط من جسمي دلوقتي علشان أفكر بالراحة، يوم جسمك يحس إنه مش في خطر. الحاجة التانية اللي ممكن نعملها عشان نقلل التوتر إني أكتب ايه اللي بيرهقني دلوقتي، ايه اللي انا بخاف منه، إيه اللي انا محتاجاه. واكتبي من غير ترتيب، انا متوترة بسبب كذا، اكتر شيء بيرهقني كذا، انا خايفة من كذا، انا محتاجة كذا، الشيء اللي لازم اسيبه دلوقتي كذا. اكتبي لمدة دقيقتين ايه اللي مضايقك وايه اللي متمسكة بيه وعاملاه مستعجل وهو مش مستعجل. اسألي نفسك ايه اللي تحت سيطرتي وايه اللي مش تحت سيطرتي، ايه اللي مسؤوليتي وايه اللي مش مسؤوليتي. هل انا محتاجه اعمل حلول دلوقتي ولا محتاجه اهدى الاول وافهم واتكلم بصدق مش بقوه. مش مهم نبقى قويه، المهم نبقى صادقين واحنا بنكتب لنفسنا. كمان الحاجات المهمه اللي تقلل التوتر ترتيب الاولويات. انا مستعجله ليه؟ ايه اللي ممكن يتاجل؟ ايه اللي هيحصل لو سكت وبطلت؟ كمان في سؤال مهم جدا اسمه سؤال السيطره. ايه اللي هتحكم فيه دلوقتي وايه اللي مش هقدر اتحكم فيه في الموقف اللي انا فيه؟
الضغط بيزيد لما أنا أحاول أتحكم في كل حاجة. في أوقات كتيرة قوي قوي بنحتاج إن نتخلى عن حاجات إحنا منقدرش نعمل فيها حاجة. هعمل اللي أقدر عليه وهسيب اللي مش هقدر عليه. كمان اللي بيقلل التوتر لما تكتشفي إنك موجودة للجميع وغايبة عن نفسك. فالحدود مش أسوأ، الحدود أول طريقة راقية لحماية طاقتك. من حقك تقولي أنا محتاجة وقت، مش هقدر دلوقتي، هفكر وأرد، أنا تعبانة، أنا محتاجة أرتاح، ده فوق طاقتي حاليا. كل مرة هتحطي حد صحي لنفسك مش هتخسري أنوثتك ولا هتخسري طيبتك ولا تخسري اللي حواليك، هتخسري الناس اللي عايزة تستنزفك، ودي حاجة كويسة جدا. هتتعلمي إن الراحة مش أنانية، إنك تقولي لأ حماية لنفسك. كمان مش كل حاجة تحتاج معارك، ومش كل المعارك تحتاج الاستنزاف. كمان نتعلم ناخد راحة من غير ذنب. مش كل راحة لها مبرر. في أوقات أنا محتاجة أرتاح علشان أرجع لنفسي. الراحة حق إنساني طبيعي جدا، أنا مش محتاجة أنهار عشان أرتاح. نتوقف عن إن إحنا نجلد نفسنا جلد الذات. أوقات بنكون إحنا أكتر ناس بنضغط على نفسنا، أنا مقصرة، أنا ضعيفة، لازم أستحمل، لازم أكون أفضل. الحقيقة أنت إنسانة ومش مكنة. نقلل الحوار الداخلي ونراقب كلامنا وقت الضغط النفسي، بدل ما نقول أنا فاشلة، أنا مش قادرة، أنا مقصرة، أو أنا مضغوطة. أقول أنا مضغوطة وده مش معناه إني فاشلة. هتعلم إزاي أهدى، هعمل أكتر ما اللي أقدر عليه. من حقي أطلب الدعم، من حقي أكون رحيمة بنفسي مش أحاكمها. الحاجة التانية، دايما اسألي نفسك كل يوم أنا بحس بإيه ومحتاجة بإيه، وإيه اللي بيستنزفني وإيه اللي أقدر أتخلى عنه وإيه اللي بيريحني ومين بيسرق طاقتي ومين بيخليني أو إيه بيخليني أهدى. لو تحبوا ممكن نعمل تمرين بسيط كمان. نغمض عينينا ونسمح لجسمنا إنه يهدى بالراحة خالص. انتي مش محتاجة تشيل العالم كله لوحدك. مفيش حاجة تخلينا ما نرتاحش، وفي حاجات كتيرة تخلينا نطمن ونكتب مسج أو رسالة لنفسنا. أنا عارفة إن أنا تعبانة من كذا، واكتب كذا ده. زي ما قلت لكم مش عايزين نكون أقوياء، عايزين نكون صادقين. ناخد نفس، نحط إيدينا على قلبنا، ونبقى فاهمين من جوانا إن إحنا ما ينفعش نشيل كل حاجة لوحدنا. إحنا نستحق الهدوء، نستحق الدعم، ونسمح لنفسنا. بتقولي أنا بسمح لنفسي إني أرتاح، وهرجع لنفسي بالراحة ومن غير ضغط. وأنا بريح نفسي دلوقتي. ناخد نفس عميق واسألي نفسك مستوى التوتر من 1 ل10 بقى كام، وراجعيه مع السؤال الأولاني اللي احنا عملناه في أول السيشن. التوتر المستمر بيسرق الراحة، ومش بس بيسرق الراحة، بيسرق الإحساس بالحياة. مش كل ست متوترة محتاجة تعمل أكتر، هي محتاجة تشيل من على قلبها شوية وتنظم أولوياتها. إدارة التوتر مش معناها إن الحياة هتبقى من غير مشاكل، لكن هتخلينا نعرف ندير التوتر، ومش أي حاجة تكسرنا. إحنا مش محتاجين نبني قيمتنا للي حوالينا بالتعب المستمر، ولا محتاجين ننهار عشان الناس تقدر إن إحنا محتاجين نرتاح. بتهيألي أعظم حاجة نقدر نعملها لنفسنا إن إحنا نبطل ندخل المعارك لوحدنا. نقول يا جماعة أنا محتاجة أعمل، محتاجة مساعدة من فضلكم، محتاجة حد يقول لي كذا. نكون حنونين على نفسنا ونتبنى نفسنا زي ما نتبنى ولادنا. كوني ماما لنفسك بنفس القدر اللي تكوني فيه ماما للآخرين. التعافي بيبدأ لما نعرف إن الراحة مش كسل، وإن طلب الدعم مش ضعف، وإن النضج الحقيقي مش معناه إن إحنا نتكسر عشان حد، ولا نكسر نفسنا عشان الناس ترضى عننا. مفيش داعي لمزيد من التحمل. ارحموا نفسكم واسمعوا نفسكم، لأن لو هتعيشي عمرك ترضي الناس كلها مش هتلاقي نفسك موجودة في الآخر. احنا مش محتاجين نكون أقوياء طول الوقت، ومحتاجين نختار نفسنا من غير ما نحس بالذنب.
أتمنى إن كل واحدة هنا تخرج من السيشن دي وهي شايلة جملة مهمة جدا: سلامي الداخلي مسؤولية أستحق إني أحميها بنفسي. خدي نفس عميق وقولي: أنا مش هعيش طول عمري أبدا في وضع النجاة. وأنا شرحت وضع النجاة ده إيه؟ إني دايما في خطر وبقول الحمد لله اليوم عدى، من حقي أهدى، من حقي أرتاح. أنا أستحق حياة ما فيش فيها توتر طول الوقت. أنا أستحق حياة هادية حتى لو مليانة مسؤوليات. شكرا لوجودكم الجميل. خلصت السيشن.